ده ذا بلايند ديت شو، ودول 2 فلاسفة ما يعرفوش بعض خالص. انتوا كده كرجالة كلكوا أنانيين. ليه بس كده يا فيلسوفة يا قمر انتي؟ هو إيه اللي ليه؟ طب أنا هقولك، هتعمل إيه لو اكتشفت إني بكلم فيلسوف غيرك؟ هدعيله ربنا يعينه. طب لو إحنا في الشتاء وماشيين وأنا سقعانة، هتعمل إيه؟ هقولك اشربي حاجة سخنة. يو بقى، انت شكلك مش طايقني أصلاً. بصراحة أه؟ الشارع اللي وراه. تفتكروا الرجالة فعلا أنانية؟ الإجابة ومش بس الرجالة، لأ، ده الإنسان عموما أناني بطبعه، وبيدور في أي عمل بيعمله على إنه يحقق السعادة لنفسه ويتجنب المعاناة. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام مذهب المنفعة العامة. كنا اتكلمنا قبل كده عن المذاهب الأخلاقية، وكنا حكينا حكاية المذهب العقلي وحكاية سقراط والسوفسطائيين لما قال إن إحنا بنعمل الأخلاق عشان خاطر عقلنا هو اللي قال لنا. إنما دلوقتي بقى بنتكلم عن المذهب النفعي. المذهب ده بتاع 2 فلاسفة، وهم جيرمي بنتنام وجون ستيوارت ميل. الناس دول كانوا شايفين إن الإنسان بيعمل الخير عشان يحقق له منفعة، زي الناس اللي بتوزع شنط رمضان ويتصوروا وهم بيوزعوا الشنط عشان ينزلوها على النت، والناس تقول عليهم إن هم عالم محترمة جدا وإن هم ناس بيعملوا خير. من الآخر كده في ناس بتعمل الخير عشان يحقق لهم مصلحة ونفع، يعني الناس دي ماشية بمذهب المنفعة. لو الدولة ما بقتش بتسجن الشخص اللي بيسرق، تفتكر هتسرق؟ هرد عليكي في الحلقة اللي جاية. الكاميرا فين يا جماعة؟ احنا اتسرقنا ولا ايه؟ مع سليمان انت في امان.